قضيت أنا تصريح لتين هاج بيقول لك بعد ماتش مانشستر يونايتد وبورتو، بيقول لك لا تحكموا علينا اليوم، احكموا علينا في نهاية الموسم. وانت فاكر ان انت هتقعد معانا هذا اخر الموسم؟ انت متفائل قوي، متفائل جدا. انا مش عارف انت جايب التفاؤل ده منين، مش قادر افهم ومش قادر استوعب انت جايب التفاؤل ده منين. خلاص، الموضوع انتهى، الموضوع انتهى. النتائج السلبية دي انا مش شايف فيها مبرر واضح. مفيش ايه التشكيلة اللي بدأت بيها النهاردة؟ تشكيلة كنت بادئ بشوية لعيبة كسر كلهم، لا. ونانا شايل كمية فرص الماتشات اللي فاتت، مش الماتش النهاردة بس، كتير جدا كتير جدا. انت كان ممكن تمشي من بدري، لولا اونانا ولولا الفرص اللي هو بيقعد يشيلها والاجوان اللي بيشيلها. مزراوي ودييجو دالو وماتيوس ديليخت ومارتينيز، اهو خط الدفاع بتاعك. مالك بقى؟ ما ايه في ايه؟ ما هو مش دي الناس بتاعتك؟ ماله خط الدفاع بقى؟ عايزين نفهم. نص الملعب ماله؟ كاسيميرو، أمادا ديالو وإريكسن وراشفورد وراسموس هويل. هي اللعيبة دي مالها يعني؟ عايز أعرف مالها. انت مصمم ان انت تلعب إريكسن 8 وجبت له كاسيميرو يلعب جنبيه الماتش ده. طيب، هل احنا اصحاب القرار ان انت تروح تجيب ميسون ماونت؟ لا، فممكن تجيب لعيب رقم 8 محترم، ماشي، بيلعب، مش جاي ياخد فلوس ويتصاب، ماشي، وكان نفع. مش هنضطر تلعب وإريكس احنا قلنا جناح صوتي يا عم لعبوا 10، عايز تلعبه في الملعب لعبوا 10 وريح بدون ادي بدون نقطة، طيب ها. الناحية التانية حارس بتاع بورتو اللي قالك ده كان هيروح السيتي مكان إيدرسون لو كان مشي، دييجو كوستا. الجون الأول اللي انت جبته فيه كرة خدمت راشفورد، استعاد الذكريات في الجون ده، دخل وعدى ومش عارف ايه وبتاع، والكرة خدمته الجون يحسب. راشفورد يحسب له الجون ده. الجون التاني هويلاند برضه، الجون التاني اللي جابه هويلاند ده، انت يعني مش يعني مش عارف اقول ايه، انت من بعدها تقريبا الجون زيه زي بتاع راشفورد شويه بكده خدمته برضه، لكن انت من بعدها ايه كميه الفرص اللي عماله تروح عليه؟ ايه ده؟ ليه اصلا؟ ليه الفرص دي كلها تروح عليه؟ ليه؟ واحنا بنلعب جول سلطه ولا ايه؟ تلعب بالدفاع عالي ليه كده بعد ما جبت الجول؟ انت ما تريح، واركن بقى الاتوبيس. لكن الجول الاولاني اللي دخل فيك انت ايه المساحه دي كلها؟ ده ايه ده؟ كده بترتد من ايد اونانا. المساحه بقى دي، المساحه الفاضيه دي اللي الاستاذ بيبي ولا مش عارف بيبي ولا شوف اسمه ايه ده البرازيلي ده، قط الكوره. ايه ده؟ ايه المساحه؟ فين خط الدفاع ده؟ مش خط، ده ما بقاش خط دفاع، ده بقى ملياسه. ده ايه ده؟ ملياسه. لا، ايه ده؟ المفروض لما الكوره ترد من ايد اونانا يبقى في حد هنا تبعنا. ايه بقى؟ الجول التاني اللي دخل فيه صامويل قمر الدين اللي تشيلسي كان هيجيبه ورجعوا في كندا. شفت الجول بتاع ناصر المنسي الاهلي؟ اكيد شفت، كان في الصورة دي. شفت سيدة ياسر ابراهيم ازاي؟ طيب، صامويل قمر الدين بقى ده سارة ديليخت اللي هو ايه؟ بص، تخيل ان انت ديليخت، حلو، شرحها بمنتهى البساطة. تخيل انت ديليخت واقف ماسك مهاجم جنبك، مفروض يعني انت ماسك،
فهو لما الكرة العرضية اتعملت واحنا الاتنين شايفينها وهي جاية لنا حلو، القرار بتاعه انا رد فعلي ليه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ايه ده بيتحرك هيروح ياخدها براسه، فابتدي انا اتحرك بقى. انا مش قاري ومحضر في دماغي، لا انا المفروض دي ليست. يعني لا يعني مش عايزين نتريق، بس اللي هو ايه، ده المفروض يعني هو اللي جاي يعدل الميل. شفت اهي واحد خبط في الستاند، جاي يعدل الميل. انت من جاي تعدل الميلة كده، الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا اخي. طيب الجول التالت بقى، بص، كرة محطوطة في مقل، معمولة عضلية دوت، مش معمول قمر الدين ده، دي ليست معرفش يسد معاه، انا ساعده مارتينيز هو اللي هيسد. يا راجل ما بلاش قلة أدب، بلاش قلة أدب. طيب الجول التالت، أنا بتفرج على الماتش، أنا عايز نخسر. ليه؟ أنا عايزهم يمشوه، خلاص أنا زهقت، ما فيهاش نفس إن أنا أقعد أقول أصل والبتاع واستحكموا على نهاية الموسم، معرفش الكلام ده. الكلام ده في المولجي، هذا في المولجي مش هنا. بس المشكلة هتجيب مين؟ يعني ما اتقال سيميوني انزاجي مرشح، انا موافق جدا، بس هو عمره ما هيسيب الانتر دلوقتي ويجي على الاقل نهايه الموسم ده لو حصل وهو وافق وهو راضي اساسا. الجول التالت انت جبته، هذا من جوايا جاب جول، محدش احتفل، خدت بالك؟ يعني محدش احتفل الاحتفال الواو بقى وبتاع وكده. الدنيا كده كده يعني يعني لا مطوبتها زي ما بيقولوا. فاحنا في تلك الظروف العصيبة قرر رئيس راتكليف وعمر برادة ودان أشورز وكده إن هم يقعدوا مع عاتين هاج محسن اللي احنا جايبينه ده، ويشوفوا ايه دنيته بقى، يشوفوا ايه دنيته. عشان كده كتير أنا عديت كتير والمباقي إلا القليل يا عم تاني.